صراحه اجواء رائعه جدا داخل القاعه المغطاه التابعه للمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينه الرباط. اجواء جميله بهذا الحضور الجماهيري ايضا بعد عزف النشيد الوطني المغربي والانتظارات للمقابله الثالثه امام المنتخب الزامبي العالميه. المنتخب الوطني المغربي هذه التشكيله ديال المنتخب الزامبي: شيتونغو رقم 1، كامبوي رقم 3، 8 شينياما رقم 9، هنالك فيري رقم 14، سيم ومن اننا نستمتعوا بالمقابله ديال اليوم. ونتمنوا ايضا انه التوفيق يكون حليف العناصر الوطنيه. هذه تشكيله المنتخب الوطني المغربي: عبد الكريم انبيا حرس المرمى، باقي اللاعبين: سفيان بوريط، عميد المنتخب الوطني سفيان المسرار، 11 بلال بقالي، وايضا رقم 14 ادريس رئيس الفني. تشكيله اللي دخل بها المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي هشام دقيق. اسماء الاحتياطيه بنك الاحتياط: انس الدحاني، انس العيان، يوسف جواد، عثمان ادريسي، اسماعيل امازال، سفيان الشعراوي، عثمان بومزوم، محمد شريدو، وايضا خالد بوزيد. اكيد يعني شنو الملاحظه لانه كيبان لاساسيين بلال اعطيت الانطلاقه ديال المقابله لمحاوله تصويبه اولى كتجي من جانب المنتخب الزامبي، كترجع من دريس رئيس فني كيحاول يمر من الجهه اليسرى الى القاع العالميه. لذلك اي منتخب كيفما كان دائما في المنطقه هذا هو الحل الوحيد. تصويبه او تسديد الشباك فهو حل من الحلول لما كيكون عندك واحد كثير في التكتيك ودخل عثمان بومزو. كذلك هذا حل من الحلول. هدف اول المنتخب الوطني المغربي عن طريق النجم عميد المنتخب اللاعب المسرار، يضع الكره في الشباك. تصويبه قويه، انكماش دفاعي، الحل ديالو تصويب عن بعد، والمسرار معروف تصويب عن بعد. اكيد فكانت المحاوله الاولى بالنسبه للبقالي ما نجحتش، اما التسديده الثانيه فكانت سفيان كانت تسديده مركزه، وهذا حل من الحلول اللي نقدروا نشوفوا به الهدف، لان الدفاع كما شفنا من كامل واحد 10 ديال الامتار صعيب. هنا كيشكل واحد اما التمركز ديالو في الخلف وعيبقى ينتظر في المنتخب المغربي فهو صعب عليه. ممكن نشوفوا هدف تصويب بلال البقالي يضع الكره في المرمى معلنا عن ثاني الاهداف. طريقه ذكيه جيده. هذه القضيه ديال التصويب عن بعد، القضيه ديال التصويب عن بعد قام بها المسرار والان كيقوم بها بلال البقالي. واش لقاو الحل في التصويب؟ فكنظن بانه لقاو الحل في التصويب، لان المنتخب المغربي كان كيتوقع نفس السيناريوهات اللي تلقاهم في المقابله الاولى والمقابله الثانيه، جوج ديال الخصوم اللي كيرجعوا لك الدفاع المنطقه. فالحل من الحلول هو التسديد اللعب ديالو بالرجل ديالو، فهو كينضاف اللاعبين الاخرين. هذه محاوله ممتازه، فرصه ديال هدف ثالث. نيار زامبي، نيار زامبي امام طموح كبير للعناصر الوطنيه. هذا الاسلوب هذا هشام اسلوب رائع المنتخب الوطني المغربي. اليوم بدينا بدايه جد مشجعه. المنتخب اللي كيفرحنا ديما يعني. اكيد فالمنتخب اللي كيفرجنا ديما، واكيد كنظن بان اللاعبين تحروا من ذاك الضغط ديال المقابله الاولى. تمريره ممتازه، امازال هو اللي ماركا المقابله الاولى والمقابله الثانيه. فالان الاهداف اللي جات مبكره فهي ساعدت بشكل كبير المنتخب المغربي باش يمشي في ديك الفلسفه ديالو. كنظن بانه بعد المقابلتين الاولى والثانيه الشعراوي هدف رابع. بعد المقابله الاولى والثانيه المنتخب الوطني المغربي الميزان ديالو في تصاعد. اكيد وفي هذه المنافسات فالمستوى خصو يكون تصاعد، لان المقابلات الاولى والثانيه فكتكون بواحد المستوى اللي كتحاول دير التدوير ديال جميع اللاعبين، لان كما سبق لنا وتكلمنا فعندك 24 ساعه اللي كترتاح فيها. فالمنتخب المغربي لحد الساعه النتيجه غادي تساعدنا شيئا ما باش المخزون البدني وكذلك تعطينا واحد الراحه ذهنيه باش نحاولوا. ابرز الانديه وفريق كيتوي بلاد هذوما الانديه الشعراوي كيسجل الهدف ديالو. هذه المغامره ديال الخطه ديال الحارس الطائر، فاي لاعب كيضيع كره بسيط فهو غادي يخلصوا ويكلفوا تكلفه كبيره. شوف هنا الحضور الجماهيري الكبير، شوف السعاده ديال هذه الجماهير التي تاتي في المدرجات، الجماهير التي تؤتت القاع المغطاة التابعه للمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينه الرباط. وهذه الانطلاقه ديال اللاعب الشعراوي هذا الهدف ديالو رقم 7 في كاس افريقيا هشام. فالشعراوي الان بعد هذه المقابلتين الثانيه والثالثه فهو غادي في واحد الخط تصاعدي. كنتمنى بانه يستمر في هذا المستوى باش نشوفوا في نفسه. فهو هذه محاوله مسرار ينطلق بالكره ديالو، تمريره الجهه اليمنى بلال. هدف جميل، هدف يدرس، هدف يدرس بطريقه وبالاسلوب تغيير اهداف مقابل شيء. الاسلوب المغربي، هدف مدرسه مغربيه كبيره، مغربيه 100%. تيكي تاكا شفنا تمريرات قصيره، شفنا التموضع ديال اللاعبين وكذلك التمركز ديالهم.
هذا هو المنتخب اللي تعودنا دائما باننا نشوفوا الاهداف ديالو الجميله، ف6 ديال الاهداف في 11 دقيقه، فهذا شيء ايجابي في المقابله. كل بعمل كره مره اخرى مغربيه تصويبه كان بالامكان انها تكون في الشباك. ماذا يقول الحكم؟ تحرك ديال المرمى الشباك هو اللي خلاه. وقلنا هذه المساله ديال شوف هنا صويبه كترتطم بالقائم، كان ممكن تكون في الشباك ويكون الهدف رقم 7 للمنتخب الوطني المغربي. بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. اسماعيل مازال تمريره رائعه، انطلاقه من يوسف جواد، تمريره تحضير فرصه، هدف رائع، هدف رائع، هدف ديال انس عياد من اروع الاهداف. طريقه واسلوب فنان انس فنان، انس ويستحق انه يكون ماشي غير فنان اليوم. الهدف الثاني في الدوره بنفس الطريقه، وكذلك شفنا القوه ديال المنتخب المغربي كيفاش خرج من الضغط في المنطقه اللي صغيره. شوف معي الطريقه كيفاش طرا الكره، كيفاش التمريره ديال مازال رائعه جدا. هذا يوسف جواد قدم له الكره، لا 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 جميله هذه، كيرفع الكره تقنيه لوب على الحارس، الحارس كملها بالعين ديالو فقط وكيشوف بان الكره دخلت المرمى. شوف هنا طريقه ممتازه هشام، انت مدرب العيان اللي كره مره كيسجل اخرى، هدفين انطلاقه ديال اسماعيل ممتاز. اسماعيل مازال تمريره عرضيه، فرصه، هدف ثمين. المنتخب الزامبي ربما يتسنى الصفاره ديال ربما المنتخب الزامبي ما يعودش في الجول الثالث. صعبت عليه المؤامره، صعبت عليه هذه المباراه. اذا كنشوفوا 8 ديال الاهداف مقابل لا شيء، انهيار كامل للمنتخب الزامبي. انهيار كامل، ف 8 ديال الاهداف، ف 8 ديال الاهداف كبير ديال اسماعيل مراوغه جميله ديال وعطى التمريره باناقه كيتم تسجيل الهدف. 8 ديال الاهداف مقابل لا شيء. يبدع المنتخب الوطني المغربي. هما كانوا سجلوا 20 و 23. هذه هي محاوله ممتازه. بلال كيسجل الهدف رقم 9. الهدف التاسع، فهي نتيجه عاديه بالساده المشاهدين تكون عندهم علم بان المنتخب المغربي فهو كيوازي المنتخبات العالميه وفي النهائيات وفي تظاهرات كبرى، فعدد عادي هذا اللي كيتسجل ديال الاهداف. الحكم باننا نحكموا بان المنتخب الزامبي بانه منتخب ضعيف، ولكن هذه هي اللغه والفلسفه ديال كره القدم. صالات المنتخب اللي اكثر تهيئ واكثر جوده واكثر سقلي ممتاز في استخلاص الكره واعادتها. رجعنا من مره اخرى كنشوفوا المنتخب الوطني المغربي كيحاول ما امكن انه يلعب الكره ديالو شويه بالخلف. هذه عمليه ديال ادريسي، تمريره ديال مسرار ادريسي، هدف رقم 10. هدف جميل، هدف رائع، وهدف يدرس من البدايه ديالو كان ممتاز. نفس الهدف اللي كان سجل في الشوط الاول. نعم. خروج من الضغط من المنطقه ديالنا في منطقه ضيقه اللي صغيره، شفنا كيفاش خرجوا مترابطات وثلاثيات مثلث اللي كانوا خرجوا به بالكعب. كذلك الطريقه اللي الادريسي كيفاش خدا بها الكره وانتيسيبا امام المدافع الصلب ديالو، كيف هيئ الكره لسفيان وسفيان كيرجع عليه من الزاويه مغلقه. وضع الكره قنطره صغيره، وضع الكره في شي خصوصا انه كيمثل الكره الايطاليه، ف صعيبه. نعم، هذه محاوله ممتازه، هذه فرصه، هدف جميل، هدف رائع، هدف جميل، هدف من انس الدحاني. يلعب في نادي صقر اكادير، لاعب من مواليد 1999. الطريقه ديالو كيفاش وضع الكره في المرمى اعلن من خلالها على هدف. لاحظوا التمريره كانت في العمق، لعبات صوب انس وبطريقه فنيه بقنطره صغيره كيتمكن من وضع الكره في المرمى. هدف رائع ديال المهاره، كانت مساعده ديال المدافع رقم 4. وهذا من اللاعبين الشباب هما اللي اول مشاركه لهم في النهائيات ديال كاس افريقيا، ومثل هذا الهدف فهو غادي تعطي واحد التقراي لاعب دولي سابق و17 سنه زكريا كويري اللي والهدف انس العيان يصوب المنتخب الزامبي تائه لدرجه اللي يسجل على الشباك ديالو. اكيد، عدم تركيز وكذلك بان العياء كبير على المنتخب الزامبي. فكنظن بانه المنتخب الزامبي ما جاش مستعد لهذه التظاهرات بواحد الشكل جيد، لانه اللياقه البدنيه فهي كتلعب دور كبير في التظاهرات. عندك 24 ساعه باش تسترجع